السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم في هذا الدرس غنطرق الفصاله ديال الجلابه مخزنيه. كيف ما كتشوفوا انا يتنيت الثوب هنا كان متني على جوج، الحاشيه ديالته الاولى وعاود تنيتو على 4، وكنخلي هاد السنتيم يعني ابار الحاشيه هنا هذه غادي نحيدها، يعني كنخلي واحد السنتيم ديال الخياطه. بسم الله على بركه الله. غادي نحاول ناخذ العبارات ديالي. عندي في الكتاف 42. على فكره هاد الطريقه اللي غادي ندير طريقه سهله، يعني لاي مبتدئه غادي تطبقها بكل سهوله. اولا كنطراسي داك الخط المستقيم ديالي باش نقاد الثوب، من بعد غناخذ العبارات ديالي كيف ما قلنا. اول حاجه 8 سنتيم ديال العنق، كنهبط هنا بجوج ديال الخلف، نطبق ديال الخلف هي الاولى، من بعد السيده عندها 42 في الكتاف، يعني النص 21 سنتيم ديال الخياطه هي 22. كنحط 22 ديالي هنايا. اذا هنا قدام 10 سنتيم، غير غدا نعلمها وصافي، تنخليتها من بعد وغدا نقطعها. هنا غدا نهبط. اول حاجه غنهبط عادي كيف كنفصل الفصاله العاديه الاباظي، يعني غنهبط 3 سنتيم. كيف ما قلت لكم هاد الطريقه سهله باش ما تبرزطوش في العبارات وداكشي. غدا نطراسي الخط ديالي ديال الكتف عادي كيف الفصاله العاديه، عاد من بعد غدا نطيح الكتف ديالي بالعبارات اللي انا بغيت. ماشي غادي نمشي لهذا السطر نيشان مع السطر ديال الكتف. بغيت على حساب كل سيده، كاين اللي كتبغي طايحه بزاف وكاين اللي كتبغي غير شويه. مثلا هنا غادي نحاول ندير هو التطيح ديال الكتف كيكون ما بين 10 حتى ل 14، ياك 10 حتى ل 14. هنا غادي ندير لا موين، السيده ما عاملاش بزاف دونك غادي ندير ليها لا موين هي 12. الا كانت السيده ضعيفه من الاحسن نهبطوا لها غير ب10. كانت السيده عامره 14، كانت السيده بين وبين كنختاروا غير 12 راها كافيه. دونك انا دابا صافي راه سطرت الكتاف ديالي، ها هما 28. غادا ندوز ننزل بالكتف ديالي فين غادي نلصق الكم ديالي. دونك التركيز هنا شنو غادا ندير؟ هنا السيده غادا نهبط ليها ب 28 سنتيم. علاش 28؟ غادا تنقص منها، غادي تنقص منها سنتيم هنا ديال الفوق ديال الخياطه، وغادي تنقص منها هنا سنتيم ديال الخياطه ديال التحت. صافي لحد الان هنا مفهوم. هنا فين غندير بالكم ديالي كيف ما قلت لك انا درت 28 وهنا راه غتبقى فيها غير 26. غادا نجي ناخذ العبارات الاصليه ديالي العاديين، يعني الصدر، الحزام 42، 60 ديال الارداف وليهمش. شفتوا هنا شنو غادي ندير؟ هنا كندخلوا السيده الصدر ديالها عندها فيه 30. هنا في الفصاله المخزنيه كيف ما كتعرفوا راه كتكون شويه واسعه، يعني ماشي بحال الايفازي اللي كيكون العبار سوغ ميتور. هنايا الفصاله المخزنيه كتكون شويه واسعه، اذا العبار ديالها العادي كنحاولوا نزيدوا عليه ما بين 3 حتى 4 سنتيم، ياك. هنا اول حاجه غادا ناخذ كيف ما قلت لكم ها السيده عندها الصدر 30، زدتها 4 سنتيم. 4 سنتيم راه داخله فيها خياطه، داخله فيها كلشي. شفتوا هذا هو الصدر ديالها، اذا عندي 34 هنا على حساب هي في العبار العادي ديالها عندها 30، دونك زدتها انايا 4 سنتيم، راه داخل فيها سنتيم ديال الخياطه. هنا كندخلوا بواحد خيله اللي هي كنديروها فيها تقريبا واحد 2 سنتيم، كندخلوا بحال هكا 2 سنتيم باش تعرفوا. كديروا مثلا جوج هنا على جوج باش تجيكم هاد التقويره هكا. اذا الحزام عندها فيه 29، 4 سنتيم هي شحال؟ هي
33. دونك ها هو نحط العبار ديالي هنا 33. لي هونش عندها فيهم 32 زائد 4 هي 36. شفتوا تقريبا جا قد صافي. هنا غادا نربط النقاط ديالي. اذا غنربط النقطه ديالتي ديال الحزام مباشره، غنربط النقطه ديال الارداف. كيف ما كتعرفوا راه الفصاله المخزنيه راه اسهل فصاله، راها سهله على الفصاله الاباظي. صافي غادي ناخذ العبار ديالي ديال الطول، هي عندها متر و42 في الطول ديالها، متر و 42. غنزيد ديك 10 سنتيم ديال العطفه. صافي. اذا هنا الجلال غيبقى على طول، حيت هو الثوب متني على 4، دونك راه غتبقى فيه غير 37. صافي. هنا غادي نربط الارداف مع الجلال كما كتشوفوا، راه هي ساهله بكل بساطه. صافي. هنا راه غادي يبقى الثوب هذاك. دونك كيف ما كتشوفوا انا غنعاود لكم الشرح. انا هنا خديت كيف ما قلت لكم القياس ديال الكتاف ديال السيده. مثلا عندي انايا هنا قياس الكتاف ديالها 42، دونك 42 نص ديالها هي 21 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 22. اول حاجه طبقت، حطيت القياس ديالي هنا 22، هبط ب3 سنتيم. عفوا هنا خديت دوره العنق 8 سنتيم، تراسيت غير ديال الخلف. هنا هبط ب2 سنتيم، تراسيت دوره العنق ديال الخلف، تراسيت الكتاف ديالي الاولين يعني بالعبار الاول ديالها ديال 22، هبط كيف ما قلت لكم ب3. عاد درت الاضافه اللي غادا نضيف تطياحه الكتف كيف ما قلت لكم ما بين 10 حتى 14. 10 كنديروها للسيده البنيتات بحال هكا كيكونوا ضعيفات ولا سيده تكون ضعيفه، يعني نزلوا لها غير ب10 الله يجعل البركه. اما السيده الا كانت عامره بزاف يعني نزلوا ب14 سنتيم. كانت موين لا طاي موين يعني طاي 42 يعني صافي يكفي اننا نزلوا لها غير ب12. انا من بعد ما نزلت ب12 هنايا شتي تراسيت كملت الخط ديالي. غادا نعبر لكم هنا شحال تقريبا كيكون. المهم انا كندير هاد الطريقه كتجي سهله باش ما تبرزطنيش هذاك العبار الاخر. دونك راه كتكون نازله تقريبا ب5 سنتيم. الا بغيتي مثلا تمشي تدي السطر الاخر نيشان تلهيه وتهبط به شويه، هذه غتجي معنكشه بالنسبه للمبتدئات، راه يقدروا يخطئوا في العبارات. اما هاد الطريقه اللي درت لكم انا راه هي السهله، يعني تنزلي بالكتف العادي ديالك العبار ديال الكتف العادي ديالك، عاد زيدي داكشي اللي بغيتي انت تزيدي باش طيحي الكتف. هنا خديت هذاك التركيز ديال الكمام، راه كيكون نيشان، هذا عادي نيشان ما فيه لا تقويره لا والو. كيف ما قلت لكم هي عندها في التركيز ديالها هذا 29، انا درت لها هنا 30 باش يحيد سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، غادي تبقى غير 28. دخلت من هنايا بواحد 2 سنتيم ديال هاد الدخيله. هنا العبار ديال هذا الحزام ديالها كيف ما قلت لكم كتاخذوا العبار ديال الحزام وكتزيدوا عليه ما بين 3 حتى 4 سنتيم. انا زدت 4 سنتيم بالخياطه، يعني داخل فيها سنتيم ديال الخياطه. هنا كذلك الارداف نفس الشيء، كتحطوا العبار ديال الارداف ديال السيده ديالتكم وكتزيدوا عليها كذلك واحد 4 سنتيم. صافي من بعد كتراسيو الجلال راه كيكون فيه غير 37، يعني الثوب راه عارفين العادي يعني راه كيكون فيه غير 37 متني على 4 غير 37. صافي كتلصقوا داك الخط اللي ما بين الارداف حتى الجلال. اذا غنجي هنا نقطع اول حاجه باش نقطع كله، يعني الامام والخلف. عاد ديك الساعه غادا كما كتشوفوا ها انا ملي تراسيت الكتف ديالي
عاد غادي ناخذ العبر ديالي ديال هذا، عفوا بلاتي انا غنقطع كلشي باش تجي الدوره ديال هي هذيك. احسن تقطعوا باش ما تبقاش ديك الشيطه الفوقانيه تبرزتكم في الطاوله. شفتوا دابا ملي قطعت بحال هكا يعني تحدد ليا الكتف. اذا غادي نهبط، غادي ندير الدوره ديال الامام ديالي هادي حتى الكتف. على فكره هذا راه قفيطين في الصاله مخزنيه، وراه نفس الطريقه غادي تطبقوها على الجلابه، ما كاينش افرق. اذا غادي نجي نقطع هذيك الهبطه ديال الكم ديالي هنا، هذيك الدخيله كيف ما قلت لكم ديال 2 سنتيم هكا صافي. هنا هذاك الحاشيه صافي ما تحتاجش، غادي نديرها غير هكا المقص. ديال الصاله اللي حصلت عليها من بعد انا غادي نطرق لكم الكمام هنا باش نفصلوا لكم اشنو كنديروا. عندنا هذيك الهبطه ديالكم قبيله، هذاك التركيز ديالكم قبيله خليت فيه كيف ما قلت لكم درت 30 يعني 2 سنتيم غادي تمشي في الخياطه غتبقى 28. دونك 28 هي اللي غادي نطبقها في الكم. هنا الثوب راه متني على 2 على 4 ياك، خليت انا الحاشيه. هنا الثوب متني على 4 غادي نختاروا داك القياس اللي قلت لكم، خديت مثلا 28 نتاكدوا من هنا من الثوب واش هو هذاك. نسطر واحد السطر باش يجي الصاله تجي مقاده. دونك هنا خدينا 28 اللي بقات لينا، ولكن غنزيدوا 1 سنتيم ديال الخياطه اللي هي 29. كيف ما لاحظتوا من بعد ما تنيت الثوب على 4 خاصها تبقى عندي هنايا 29. هاد 29 غادي نجي لهنا بطبيعه الحال. هنا الكم راه متني على 2 يعني مسدود، هنا جهه مسدوده وجهه محلوله. دونك غادي نهبط بواحد تقريبا ما بين 8 سنتيم حتى ل 10 سنتيم. انا غنهبط هنا غير ب 8 سنتيم، ولكن واخا هبط ب 8 سنتيم اشنو غادي ندير؟ غادي نجي لهنا، يعني خصني نحافظ على التركيز ديالي باش ما نضيعش، ما نخليش الثوب شايط. كيف ما لاحظتوا الراس ديال الكتف من الفوق، هنا جيت هنايا غادي نخلي فقط 29 غنخلي هبط ب8 ما بين 8 10. انا هبط غير ب8 الله يجعل البركه. هنا 29 صافي. غنسطر السطر ديالي هذا كيمشي نيشان، الكم ديالو كيمشي نيشان ماشي بحال ديال الصاله العاديه اللي خصنا نقوروه، هذا كيبقى غير سطر عادي صافي. غادا هذا نعبر الطول ديال الكم ديالي. الكم ديالي شنو عندي فيه؟ هي في العبارات العاديه عندها 58، ولكن لاحظوا 58 غنحطها اولا باش ما نتلفش ياك. ها 58 ديالتي ديال الطول ديال الكم ديالها العادي، ولكن كيف ما قلت لكم قبيله حنا هبطنا في الكتف بشحال ب 12. يعني شنو غادي ندير؟ خاصني نقص
12 سنتيم. داك اللي هبط به خاصني نقصو، الكتف طايح راه لكم غيجي قصير. هانتوما لاحظوا، يعني غنقص 12 سنتيم ديالي، يعني لكم غيجيني هنا. العبار ديالكم ديالها الاول فيه 58، هو جاني هنا، ولكن غنقص 12 سنتيم ديال باش طيحت الكتف. هي هذه. من بعد عاد غادي نزيد نحدد بعدا ديالي انايا شحال غندير ليها في راس الكم. مثلا غندير لها غير 18 كافيه. متقفطين شويه، يكون في صاله خزانيه من احسن لكم ديالها شويه يكون واسع. لاحظوا. وعاد غادي نزيد العطفه ديالتي. العطفه ديالتي ما بين 3 سنتيم حتى 4 سنتيم. انا كنخلي 4 سنتيم على حسب ما ربما الثوب في الطلاقيه ديالو يتكال، ولا حيت هذا غادي تخدم بالرانده ماشي بالماكينه، يعني الرانده شويه كتاكل الثوب. اذا العطفه ديالتي صافي. وغادا هذا نلصق الكم ديالي. هذا راه ماشي بحال الكم الاخر كيف ما قلت لكم، راه ما كندخلو ما والو، يعني كنطراسي الطول ديال من. اذا هذه هو الفصاله، هذا هو الكم ديالي. اذا كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما قطعت الكم ديالي انا شفتو حطيته. شوفوا كيفاش غادي يجي. ها هو تقريبا شي نفس العبار، يعني ما جانيش راني ما قطعت ما قاديت. راه كيف قطعت كيف جبته حطيته مع هذا الكتف ديالو فين غادي، او عارفين التركيز ديالكم فين غادي يجي. ها هو كيجي نيشان، يعني ما كنقوروه ما والو، كنهبطوه غير خط، يعني كيجي نيشان صافي. بقات هاد السنتيم ديال الخياطه فين غادي تدفن وصافي. اذا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه، ولا عندها شي سؤال او لا بغات تسول على شي حاجه مرحبا تخليها ليا في التعاليق ديالها، وراه ان شاء الله نجاوبها.